الحمد لله رب العالمين. جاء عند الإمام البخاري ومسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة بسيطة وخفيفة على اللسان لكن ثقيلة في الميزان، ويحبها الرحمن. كنز من كنوز الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. قولوا آمين. إذن يا أخوانا نكثر من هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من الكفر إلى الإيمان إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تحول من معصية الله إلى طاعة الله إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تحول من الضعف إلى القوة إلا بالله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله كمال التوحيد والتفويض الكامل لله سبحانه وتعالى، مع التوكل والإنابة والخضوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لنا ولا قوة ولا توفيق ولا سداد ولا إعانة إلا بالله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يخطئ يا أخواننا في هذه الكلمة. مثلا إذا نزلت عليه مصيبة، أو سمع مثلا يقولوا فلان ده في حادث، أو حتى مات، طوال يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، الصح إنه نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبرضو في ناس عندهم خطأ، مثلا بأي أمر مصيبة أو نزلت أي حاجة، يقوم يقول لك شنو؟ ما بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا حول. وحدين يقول لك لا حولة، ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لما تقول لا حول ساكت أو لا حول ولا قوة فقط، معناه كأنك بتنفي الحول والقوة في الكون كلها، ما في، تكبر مشكلة كبيرة. عشان كده لا، هي نفي وإثبات. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الذكر الصحيح، عشان تلقى الأجر عظيم، تلقى الأجر كامل بإذن الله، وحتى تكون إن شاء الله تكتب من الذاكرين الله كثيرا